مأساوية بكل ما تحمل الكلمة. في شابة من الشابات اللي كانوا بيحضروا عندي في مركز شباب برضه، لأن أنا على فكرة قبل كده كنت موظفة في الشباب والرياضة. كنت بنعمل لقاءات أسبوعية في قاعة مركز الشباب زي قاعة الكورة. سبحان الله العظيم، فلقيتها بتقول لي يا أم بلدي أنا عايزة ندردش معاك شوية. قلت لها تعالي يا حبيبتي. قالت لي أنا طلعت لقيت نفسي عند ستي أمها. قضيت عمري يا أبلة نادية ما نعرفش نقول غير حاضر يا سماعي، حاضر يا خالي، حاضر يا خالي. عمري ما لبست جلابية نظيفة، خلي بالك، عمري ما لبست جلابية نظيفة. عرفت من ستي إن أمي اتطلقت وأنا عندي سنة ونص، وأمها قالت لها إيه البنت لسه صغيرة وأنت لسه صغيرة، جالها عريس، روحي يا بنت مالكيش دعوة أنا هربيك. راحت الست اتجوزت وخلفت عيال. بتقول أمي بتيجي بإخواتي حلوين وأمي قومي اعملي يا بنت أكل عشان أمك وإخواتك. نقوم نعمل ونحط الأكل زي الخدامة. حطيت الأكل اعملي شاي، نعمل شاي. بتقولي اخواتي قاعدين جنبهم كده وبياكلوا وبيشربوا الحلو اللي انا حطاه، وانا قاعده بعيد كده ونبص لهم ونقول اشمعنى انا؟ اشمعنى انا اللي اتحكم عليا ابقى خدامه؟ ما هم دول المفروض كبار. ليه هم قاعدين مع امي كده وفي حضن امي ونضاف وانا لا؟ أنا ذنبي إيه؟ أنا ذنبي إيه؟ في إني شغالة خدامة لإخوالي وما نعرفش نقول غير يا ستي حاضر. تقول قضيت عمري ما نعرفش نقول غير حاضر، ما نعرفش. ما لياش أم نقول لها يما والنبي ما تخليش ست تخليني أشتغل الشغل ده كله، أو يما خالي غصب علي. ما هي أمي مش موجود، أبويا مش موجود، وأنا عود ضعيف وسطهم، ما لياش ثمن. أنا آسفة، أنا آسفة، هي دي الحقيقة. ده المفروض كل واحدة تعرفه معاها عيل أو عيلة وبتلقحه وتقول لك أنا هنعيش حياتي. لازم تحط في دماغها 100% اللي هيدفع الثمن ده أهو. أول عينك لما شافت وقالت يما ممكن يجي عليها وقت يبقى خساره فيها الكلمه. ايوه، ما الست ديت انا دلوقتي بنتعامل معاها وعارفه حياتها وبتقابلني وبتحكي لي حكاياتها. سبحان الله العظيم يا غاليه. بتقول نبقى قاعده كده نقول اشمعنى انا اللي هدومي وسخه كده؟ اشمعنى انا اللي بنشتغل خدامه؟ هم اخواتي برضه، والعيال بيعملوها كده من فوق ان ديت نكره، مش والام تبص لها كده ولا في دماغها. مش دي اول عيني ما شافت، مش دي اول فرحتي، مش دي اول من قال يما. لا لا لا، مش في دماغها. بتقول ياكلوا الحلو ويشربوا، وماما وهي ماشيه تبصني من هنا ومن هنا، مش عايزه حاجه يا حبيبتي؟ طب قومي يا بنت رواق المطبخ مكان مكانه. حاضر يا ست. بتقول لما شديت حالي قالوا ايه البنت بقت صبيه، ودوها بقى لابوها يجهز عشان لما جيت عريس ابوها يجهز. بتقول ودوني لابوي، ابوها طبعا متجوز الاخر ومعاه عيال. بتقول ودوني لابوي. بتقول لما اول ليله دخلت فيها البيت عند ابوي نمت، نيموني كده في حته. بتقول بعدين سمحت مرات ابويا بتقول لاخواتي والله يا جماعه انا ما عارف نالف حكايه زي انا عشتها مع الناس دي. لقيت مرات ابويا بتقول لاخواتي البت ده هي هترقد على السرير جنبكم، البت ده هي لما يجي لها عريس
اللي احنا بنصرفوه عليكم هناخدوه نجيبوا لها بيه عزال. عايزينكم تكرهوها في انها تقعد هنا عشان تمشي. ما انا بقول لك حط كده يعني 1 2 3 10 قبل ما تقول يروح في نصيبها بعيال، وهو هيقول تروح في نصيبها هي اخرى ما اناش عايزهم لجحوه، مع العلم ان في ناس مش لاقيه ضفر بعت اللي وراها واللي قدامها بنفسها. اقسم بالله العظيم اللي ما خلف في الزمان ده ربنا رحمه من المسؤوليه هنا وهناك، والله ربنا رحمه. بتقول لي جت مرات ابويا بتقول لاخواتي البت ده ايه هترقد على السرير جنبه، البت ده هي لما اجي لها عريس اللي احنا بنصرفوه عليكم هنجيبوا لها بيع عزال. كرهوها انها تقعد هنا خلاها تمشي. بتقول من النار اللي فيه لقيت صورة ست ام ابويا متعلقة. انا نعرف من ستي امي ان دي هي كانت السبب. بتقول رحت منزله الصورة من على الحيطة بغل ورحت هبداها في الارض ونازله فيها برجلي. بتقول رجلي ما جتشني بدم من الجزاز وانا مش حاسه بيه من النار اللي جواي. منك لله حسبنا الله ونعم الوكيل فيك بسبب اللي انا فيه دي. بتقول من صريخي وعياطي ابويا دخل لقاني بنكسر في صوره ستك. ايه اللي انت بتعملي في صوره ستك ده يا بنت الكلب؟ انت بتعملي كده في صوره ستك؟ ماشي روحي في نصيبي عند اخوالك يجوزوكي يولعوا فيكي، مش عايزينك. اول فرحته وبيقول لها مش عايزينك. بتقول روح. قالت لها انت جيتي؟ قلت لها ابويا خرجت. قلت لها طب اقعدي بقى. انت جيتي؟ طب قومي شوف اللي وراك. ايه ما قفلتيش هناك؟ بتقول خدت كلمتين تريقه من ستي بعد جابها على الدار زقوها. قبل ما جيت على العريس بتقول لي كان داخل بعد ابويا ما كرشني كان داخل عيد. البيت بتاع ستها وبتاع ابوها يعتبر يعني شارع واحد. بتقول قلت الله النهارده العيد انا هنطلع نقف على الباب وهم طالعين من الصلي عشان نشوف ابويا ويقول لي كل سنه. بتقول طلعت غطانه صبيه وده رجاله معديه بس مش مهم، ابويا هيقول لي كل سنه وانت طيب. بتقول وقفت بدأنا نفرز الرجاله اللي طالعه من المنشأ لحد ما شفت ابويا فرح. قلت ابويا جه هيسلم عليا ويقول لي كل سنه وانت طيب. بتقسم لي بالله العظيم لحد ما وصل لي بص لي من فوق لتحت باحتقار وسابني ومشي. بتقول لي والله يا ابله نادي انا كنت عايزه منه حاجه، انا كنت عايزه بس يقول لي كل سنه وانت طيب. شفتي انت لما بيحصل مشكله مع جوزك وتلجحي العيله